يلا اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الربع هذا ابنهن تكبيضه مكعكل حافي او شنو مو هذا مكعكل حفاي لبن حافي موشم. هو تكبيضه ابنهن. وبيضة ثانية الجوزية النظيفة او الصفرة بيضة وحدة طلعت ملقحة زرقة جواهن. الابو بدرنج اشقر والام صفرة مكلشة فعايفن. من هاي الميزة تبين الفرق ان شاء الله خير. البقية مثل ما قلت بعدهن حتى ما يطول الفيديو. يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. شباب هذا الجوز نظيف وبدرنج. هذا بينهن تكبيضة. وهذا الاحمر او الاشقر او الصفراوي هو هسه بعد ما يبين. هذا ابن ذني. هسه هذا زوج كعكل حفاي. لا جوزي ابن هذني. عندكم ذني الاحمر الصفراء وابن ذني. وهذا جواهن تك واحد ابن جوزية او صفرة مكلشة وبدرنج حافي. يعني انا ما عندي مكلشات بس تك صفرة مكلشة. عندكم ذني بيضا الطيرة صفرة او جوزية نظيفة معبرة وعلى ابنها اشقر او صفراء ومخلص. هم من بيضات مسردين بينه ان شاء الله واصلات توثيق. هذا عندكم سمرة دلعة على قمري ب10 ب10. سبق وذبن عندي بدرين كمرلي وذبن عندي قمري الكمرلي بعته والقمرية طلعت طيرة عفتها قصيتها فرخة. عندكم هنا جوزية هم معبر قليل وانا محلس رجليها وبدرنج. ذني مو بناتهن لان بنات اللي بالفيديو اللي قبله شكرية بالجوازي والابو اصفر جوه. ابوهن هذا هسه صوره. هذا ابوهن جاي يزق. فالطيرة بايحة انا بقي بس الفحل طبقت على بدرنجية ذبد له. هذا جوز نظيف. فذني بناته. ذني لا ما خليت بيض هني يسوي. هذني بيضا. طبعا للمعلومة هسه هذا مو جوزي على بدرنجية هناش طابق. هذا اني خوات عندي. هذا الجوزي هذا اخوه حتى ما يصير مرادفة بالفيديو. طابقة على حمرة. هذا تك اخوني يعني هنا زوج طلع نفعله طابقة على حمرة. يعني واحد طابقة على حمرة واحد طابقة على بدرنجية. وهنا طابق اشقر وحني على صفرة او جوزي نظيفة. هاي هيك توثيق. هسه اعطيكم بعد حلوة مفاجأة حلوة. عندنا قلنا كله هذا مبيض. عندنا هذا الفحل الصفراوي. هاي الطيرة طبقنا هي جوزية حافية. ثوب حني كنه تقريبا. هل تعبر تصير قبالنا لاني ذبن حفاه ان شاء الله وبكعاكل وان شاء الله نقشة حلوة. هذا تلفنان. وهذا اليوم ترى البارحة مطر وصايرة قنارة. هذا هيك الطوير قلنا مخلينه هنا. وهذا اليوم لزمته نسل لا يطلع قبل.
يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اليوم بنا ظني جوزي فحل والطيرة بدرنجية. الفحل عيون سود والطيرة عيون سود. هذا واحد وهذا واحد موشم. هذا اعتقد احمر والثاني يمكن جوزي او بدرنج او شكر. اثنين هفاك عقيل، وهو هذا اللي اريد انا. حتى لو يطلع بدرنج بكعك الحافي كل زين، يعني شغلنا على الحافي الحمد لله والشكر. وهنا عندنا الاصفار او جوز نظيف على بدرنجية، ايضا الجوز عيون سود والبدرنجي عيون سود. هذا ابن الجوزية او ابن هاي الطبقة حافي اغر الثوب بعده يعني، بس هذا اصفر او جوز نظيف. هذا عندك، هذا هسه كلكم هاته. هذا اشقر او حسب ما ينشرون باليوتيوب حني، بس شي ثبته والخلقة مالته تخيد ربك لك يثبت. استنى صعدت لها نطينك. شوف الصبغة مالته ومشم ان شاء الله خير. هذا هسه قلتلكم امهاته شنو الاحمر، هذا من امهاته. الطيرة هاي وعلى امه صبغته اقوى الجوز الطالون. هذا شكر طلع، هذا اني ملقحة بيضة وبيضة عفتها اثنين وياه. راوتم الشكري. هذا الشكري بين صبغته هسه شوفوا. هذا اني امهاته البدرنج، وهاي الصفرة مكلبشة. ايش ذبلي؟ ذبلي معبر قليل. شكري وممكن يكون اصفر، بس اعتقد شكري 90%. ان شاء الله خير. شكري صبغته حلو. وهذا الحني او الاشقر ابن ذني قلت لكم. هذني الشكريات قلنا. هذني هاي طايرة على هذا بيضات من اصلات. هذا اللي قلنا. ذني هيك ذني داية مال بعرات، شقيري زاجل وشقيرية عادية. هذا مكعكل حافي. هاي القمرية وهاي الجوز النظيف حافي طيرة. وهذا الفحل بدرنجة وبالشكرية الفرخة. هاي طيرة صفراء. هاي الكمل اللي جبناه. هاي الخلاصة لحد الآن. يلا شباب، طبعا ذني شوفوا املاح الرمل. تريد عندك ببغاوات، عندك دجاج. هسه الدجاج يطلع بالله. احكي على المحبوس. انا هسه اللي جاي استعملها الطريقة اللي وي الحمام اللي بالخانة. راح اراويكم طيور. عندي متولكة، واللي عندي حمرة طيرة القمري تقرمت كبات زرقتها صمن. هذا املاح صارت نقص عندها كالسيوم. احنا نحكي عن الكالسيوم. هي هاي الاملاح هم يهضم وهم الطير يصير عنده هضم. راح انطيهن افر الخانات. خاف يقول واحد هم يكذب او كذا. فالمعلومة اللي يريد ياخذ المعلومة يجربها خير على خير، ما يريد يجربها هم بكيفه. انا حطيت المعلومة بداخل الفيديو. كل فيديو نقدم لكم ان شاء الله معلومة معلومتين وانا خادم ان شاء الله خير. ما عندك بالسطح لم لهن من برا رمل ملح. اخبط وياه. انا ما اخبط وياه، هذا ملح لان هو معبى ملاح فوق سطحنا. خاف يقول هسه واحد هم وسخ السطح. هم هاي وسخته بيها فائده ذهب صارت انه مثل ما قلت عندي هسه ذني. انا ما اعبي الفيديوهات تصير هواي. هسه افرجكم الخانات اللي انا راويكم. هذا اللي مسوي. شوف شلون وجهه. هذا نقص املاح. الطير مرات يتقرم، حتى الطيور مسويه. تقول ما عندك مكان، هاي هو ياكلن من عنده. سفر الخانات كلها على السريع. انا مستعصور فيديو. اكتب لك هنا رمل. اوف هنا اوف. بلاش ترى، هذا مو بفلوس حتى تتقصد بيه او تخسر من عنده. هذا قلنا الشكري. صمه هنا
وذني ملحن بيه، وان شاء الله خير. الدجاج هذا ما يحتاج الطير اذا يطلع. عندي هاي الخانة، خانة مثلا انت جاي تطي بس اكل ومال اكل ومال. منين يملح الطير؟ من الاكل كذب، اللي يقول لك من الاكل كذب. خلي هذا بالجرار ان شاء الله. اسمعوا لي الطيرة شلون قامت تاكل بيه. انا ما اريد تصور بس بعدين قلت هذا الفعل يزق والطيرة تاكل قدامكم. هاي الطيرة هم كانت تاكل في تحت الخانة، بس شوف شلون بشراهة عبالة شدابنا. شوف حتى الفرخة، طبعا انا عندي متهي عندكم هذني كانوا ياكلن بيه. شوف الطيرة هسه بس تصبر لها. بس خير دليل هاي الطيرة فوق منقصة كالسيوم فول. ايش عندكم بعد؟ هاي القمرية كانت الحمرة كانت تاكل هنا همية. اكل مخلص عندك بس كون ما يطفرن ذني. حتى لو شو سوانا من بعيد اصوركم اياها، صار فيقي طويل. باع فرخة والمايه تاكل. هذني زوجن هسه ياكلن. هاي الطيرة قامت تاكل ذني رجعن. بس خليه هنا من ياكلن. شوف كش ما شاء الله. الله شاهد بس رمل وحصو. هو هذا رمل وملاح حصو. تريد تخبط مثل ما قلت انا بالفيديو قبله. هي بعد وصلت الفكرة. رجع بيها بساعتين بدقيقتين ب3 دقائق. يعني انت حبيت بس توصل الفكرة وكلش كافي. يا الله شلونكم شباب؟ يوم جديد. هاي البارحة ماطرة الدنيا يوم كامل ظلت تمطر. يمكن كل العراق صارت مطرت اكثر من 24 ساعة. مطر ناعم. فالبراجة صايرة فد شي. يعني تخيل هاي الطاسة هي متروسة ماي. هاي الدجاجة طلعت هين. يعني انا لو عندي هسه فايدة الخانات، لو عندي شو اسمه هو بذنيش غرقانات مال الدجاج، هذني كلهن راح افلشهن. بقى بس هاي الكوفي عندي اسويها خانتيه. هذا الشقيرين عندي الزاجل اللي يطير 3 شقرة. هاي كلها افلشها. خلي بس الخانات. هاي الخانة اسويها قلت يعني هاي لو شو اسمه راح البيض كله خرب، ما عدا الحلال معلقات عادي مو مشكلة ما يأثر. بس هم يأثر يلوح المطر بعد الحين ما كان صاير لحد. فائدة ذني شوف اللي هنا هسه عندي هذا حاط طابوق لين مرات يجي هوا. اجيب حنطة خلص الاكل عندي ان شاء الله على الجمعة اليوم اربعاء اجيب هنا مخلوط. فهنا حاط طابوق، هنا حاط غراض على ما يطير التشينكو. وهذا التشينكو يمنع الماء يوصل للخشب فتخرب الفوفية. فذن البيضات لان الشكريات تجوعن من بيضات امهات فوقان. هذا هذه لها تنظيف الخانات. هنا طالعات عندي جوزي واحمر بناتهم هنا ذن اثنيناتهم. عندنا هنا جوزي نظيف على ابوه، وهذا اشقر مو ابن هند. عندك ذني طلع واحد هنا بيضة واحدة ملقحة، وذني جاي خليني هنا هم يراد لها تنظيف الخانة. شكر مو ابن هند. الاحمر الاشقر جو ذني ابن هذني تكبيضة، وهاي هم تكبيضة، وهذني هم تكبيضة طلعت. مرخص دخان هنشوفها هم حافة انا ما شايفه. حلو حافة صلخ ومشن يعني وضع فستق. ان شاء الله قبل تطلع تحفة على ابوهن. هذا الابو مالته، وهاي الام، هاي المايه الطيرة ام هذه الاشقر او الحني، وهذا ابنهم احمر حافي. ان شاء الله خير. هذا توثيق لحد هذا الشيء. وهذا ولا اللي بصفنا. وذن الدجاجات نطلعنا من هنا.
ذني ان شاء الله نحط لها خانات. هاي الكمرلية اللي قلنا جبناها، يعني طيور واصلة وطيور طالعة. عندك هذني بيضات وواصلات تنميا ان شاء الله خير. ما فحص البيض، ما اتذكر صار لي وين ما فحصه، هم نشوفه بعديها. يعني هي خانات لزق بس، يعني فادني بهاي المرحلة. يعني هاي الفرخات والبيض اذا بالابراج راح خرب، كله خرب، حتى الفرخات تموت. هاي ردنا نوصلها لحد الان ان شاء الله خير. والجماعة بدأوا بزوج حبيش، وهسه صلوات على محمد. يلا بالعافية عليهم، يستاهلون. هذا الدائرة واختم بيه التصوير. طيرهم الاشقير انا. شانو ذني؟ ذني بقين، هو بس هذا اللي ملاعب وذني من الموجودات ان شاء الله خير. هاي نظفتهن، استوني مال الخانات كلهم طلعتهن. انا كل مرة يعني خانة تكون وسخة بيها وحدة وبقية نظيفات، فادور بينات. اليوم لا والله حملة عليهن، لانه ماطرة امس مثل ما صورت فيديو من الساعة. وهاي سهولة التعامل، يعني اذا انا مطارية مش يسمونها، هاي تظل وسخة تصير بيها فطريات. هاي مرات اخلي حتى خلط تفاح انا بيها، ويعني سهولة التعامل. كل جناي يعرف او يرتاح للطريقة اللي يتعامل وياها. فانا هاي تفيدني واصرف موجودة. مثل خربة اشمرها مال سطر روبة ضالات، يعني كل استعمال بيت، فاخذهن افرهن على القناة. انا شيء بسيط يعني، وهي ما تكلف بلاش. يعني ما دام بلاش هي همين شوية سهلة. يعني تاخذ سطلة مال روبة وتدور، ظل عندك تقعد شهر شهرين سنة بكيفك انت واستعمالك. ماكو تخرب تصير بيها فطريات. هسه صور تصير بيها فطريات هسه مثل هاي عادي، قطفها هنا تولي تذبها بالسطل هذا مال الحرق، هذا نحرق بيه الوصايخ الزايدة، او النظيف تعوفه. وهي بحركة مداورة، فما تروح تجيب لك يعني هسه 2 4 6 7 اذا تروح 7000. هذا انك بتجيب به المخلوطة للطيور. بمجرد معلومة، اكو مرة ولد قال يا بشي القضية تجيب لك سلة وتجيب لك مطارية وتجيب لك معلف، كاش طلب الخانة. هو انا حط طابوقات، خربان طابوقات اذبهن، انظفهن كل نهاية موسم، اذب الطابوقات غير طابوقاتهن. معلف ماكو معلف، هو هذا ذب لهن الرمل، اذب لهن الاكل بالخانة. الماي ما احتاج اروح اجيب مطاريات، هي هاي كل فترة وانظفها بسهولة التنظيف. انا عندي فرشة مال صبغ مال اخشاب، انظف القاعدة مالتها حكها واكملها واعيد الماي. كل اسبوع انا او كل 3 ايام انظفها، او كل يومين انظف القاعدة مالتي لين يصير بيها فطريات. هاي مجرد معلومة. اكو ناس تحط حتى هذا النسوندات تسليك، بس اذا لاحظ هنا وخلي يعني شكو جناي هو يلاحظ القطارات يلقاهن كلهن فطريات. فهاي فطريات حتى تسبب ديدان للطيور. هاي لابست اول طريقة، يعني اول بونية. وهسه نقلب هذا التراب منه، ونصفي هاي منها الليلون ونقلب الثانية. اهم شيء نقعد عن الجذر، ولانه هي مساحة صغيرة يعني مو كبيرة. هذا ممكن ندمجه ويا الحمام، وممكن نسوي سلسلة على نقلة البرحي ان شاء الله خير. لانه هذا شهر الواحد هسه، بشهر الثالث يبدي النخل يطلع او يحمل، النبق كذلك ان شاء الله. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ربع شوف فيديو شوية حاول. البارحة نظفت الخانات ونزلت السماد، هذا قلنا حاف صلخ اشقر حني، هذا النماتين. نظفت الخانات ونزلت السماد للحديقة للنخلات، نخلة والنبقة التفاحية سمدت بيه. مال همين واحد هم شوي وياه حسب فرقته. هذا قلنا شكري ومو ابنهن. ذني نظفتهن قبل حولتين عندك اليوم. طبعا ذني بناتهم الزوجين هم اعتقد كماليات.
لانه شوفوا مشمات وسود. انا اعرف ان دا سود سابقا طلع عندي كمرلي. هذا ثاني كلاش ترى انه مكلشات. اي شوفها شلون منه وهم ممشن. ذني طبعا بعد حلوات مفاجآت موجودة عندكم. ذني هذا الجوزي وهاي هم نظفت الخانة والاشقر. هذا الاشقر سبق وقلت ما دام خانة قريبة عليه ابن ذني جوزي وحمرة شكري. هذا قديمات الفيديو بالبداية. ذني الجو عن تعبان ما ذني بيضات بس البيضات صايرات هالشي. ذني الزوج ذني بناتهم طيرتين فرختين واحد اشقر وواحد شكري. نجيكم اليوم طلعت المفاجأة الحلوة. الزوجين بنات ذني 100% حفاي. مرخصتك كباتن البيضة وهاي البيضة الثانية. البارحة من الأقرات هاي الخانة ما نظفتها. والميزة الحلوة بهاي الخانة هاي ثلاجة يعني لو مو يدق المطر عليها ما تبي ما تسوي ما تخرب. لأن أول خطوة حفاي واحد ممشم والذروق صار فد شي. واحد ممشم والثاني ما ممشم. حفاي للكراع على قولتهم. هذا شوية معبر ما أدري. المهم على الأقل حلواتي طبعا إن شاء الله خير. أرجع نجاوبهم. الزقة الطيرة والشكري. هذا الفحل البدرنج وهاي الطيرة مالته. هذا الشكري. بعد معلومة حلوة انبسط. هذا بنهن شوفوا يسمونه شكري بن صفر. هذا الفرخة. بعد معلومة حلوة. هذا هسه مثلا ما عندك انت اكل او حاول وياك. انا عندي هاي علاقة الفرحة دجاجاتها معودتين هنا نزلتهم. عندي هاي علاقة هسه التحاريب متريق اتغدى ياخذ التحاريب. حفر الداية فر عندنا فراخ يعطيك الفرخة صحيحة وتنملي ويخفف عليك الاكل من هذا الباب. ان شاء الله خير. يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا جوزي ابن هند بن ذن الزوج. والاحمر او الاشقر ابن طيرة حمراء. وجوزي يسمونه طيني اعتقد او جوزي نظيف. هو جوزي نظيف بس جوزي نظيف درجات. هذا جوزي نظيف قريب على الاصفر. ذاك جوزي قريب على يسمونه طيني. هاي بقيت ان شاء الله يومين وافردن عن امهاتن. فالاحمر مو ابنهن. بعد هو الفيديو تدريجيا انا دامجهن حتى ما يصير طويل. بالنسبة لهذا الطير هذا شكري ابن بدرنج محافي وصفرة مكلشة. الطبق اللي قلت لكم عليه انا ما اريد يروح للفي. هذا معبر قليل يعتبر رس صفر وبدرنج. هسه الخطوة شنو حتى نختصر الوقت. ابن بدرنج حافي وامه صفرة مكلشة ذبن هيك معبر. هذا يفيدنا بالترهيم بالمستقبل لانه ما عندنا شكري ابن صفر. هم غالي يكون 30 ب40 ب50 كل منو وسعره. الفكرة من عندها عيونه هسه سود. هاي شغلات ثانية. كعكولة فنجان حلو. ترجع تطبقه على حافي اصفر احمر. ما عندنا صفر حفاي عندنا جوازي. المهم فتطبقه على احمر حافي يعطيك رس حلو. كبدرنج انا ما طابقه يعني ما طابق شكر على بدرنج. الفكرة اللي اريد اوصلها هذا شكري ابن صفر نقول بس مو ابو شكر واصفر لا ابن بدرنج وصفرة. المعلومة الثانية هذا مو ابن جوازي. او مرات هسه تطبق بدرنج على جوزي يذب لك شكريات. عندي انا طالعات
لا هذا من صفر، ذنيك بنات جوازي، هذا الفرق بيناتهم. هذا يكون راهم، اكثريتهم ينطبق على اسمر على حمرة سمرة كذا، بس افضل شيء حافي. يلا هاي قبل اسبوع قضيتها صفرة، قصيتها وجريتها ابيعها مكلشة بس كتوثيق، وهذا قبل احتمال لو امس لو ولا امس لزمته وما فرغت صورة. هاي جوزية، وذاك الاشقر او الصف او الحنية او صفراوي مخلص، المهم فهذا التصويره. وذني شكريات جوعا راح استمر هنا، حطيت هنا الرمل ذبيتني المساح فوق الاكل على مود ياكل هم من عنده اذا ما يندلنا. وذني لحد ما خاف يطلع عنده واحد معوشات وكذا، ذني لحد ما يجيرن 3 رياش او 4 رياش غير الريش مالتين يرجع ينملن ويستعدلن. هسه ماكو فايدة منهن يعني حاليا. اما ذني لا، ذني تغذية صحيحة فما عليهم، فكمطيار ذني يطيرن، بالذنيش لا ما يطيرن. وكتوثيق هي ذني مال لازم احتمال الجمعة ننزلهن السعقات صارت. يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. شباب حبيت احكي بهذا الموضوع حتى ما انساه يفوتني. ذني الفرخات قلنا سابق قبل فترة هم صورت فيديو فما اعيد الموضوع. هذا هسه احمر، هذا الجوزي ابوه اصفر او حني ما اعرف، هو هذا ثوبه بعدين يقلب. هذا ابوه اصفر جوزي نظيف وطيرة بدرنقية. هذا الاحمر كريس ما يتعب، هسه راح اراوكم امهاته حتى الشرح يكون بيه فائدة. هذا هسه اشقر او حني مع حسب المسميات. هذا بعد حتى القصة مالته ما كاملة تطلع بعد، فكنقشة هسه راح اجيكم البنات امهاته واشرح عنه. ذن كمستقبلا نطبقن عادي، احتمال هذا جوز يذب على امه بدرنقية يعني يخرب بالرس، بس كتوثيق هسه خلنا نوثق. الاحمر ذن امهاته اكثر من مرة عدتها وقلت ذن امهاته كانت طابقة على غير طيور. طيرة صفراوية والفحل جوزي. ذن كرس من بناتهن ما يغلطن، من بناتهن يعني شلون ذاك الاحمر. ذن كذلك هذا الفحل طبقته الاحمر او الحني او الاشقر او الصفراوي مخلص، طبقته على امه شنو طابق. هذا ابنهن شوف شلون فلقته. هذا كان طابق الصفرة على احمر صفراوي، دبل لي ثوب اشقر، رجعت الاشقر طبقته على جوزي او صفرة دبل لي هاي الخلقة. فكمعلومة هذا ما سقطنا الديك، هذا كرس هذا ما يذب بدرنقي. هسه تقولي شلون تعرفه غير انا اعرف امهاته؟ يعني هاي المعلومة والفكرة. هذني هم كذلك يعني بناتهن تطبقهن بيناتهن ما يغلطن، الا اذا جبت اصفر او جوزي جديد على الطابقة ما تعرف رسه راح يخربط احتمال عندك بالرس. هاي كمعلومة. وهذني الجوزي اللي الفرخ العازلها ذني امهاتها، شوف لانه رسها بدرنقي فاحتمال تخطأ، مرات يكون شكري. احنا من نحكي عن الرس هسه هاي خب لا يم الله ولا يم عباده. حمرة سمرة مؤقتا عندي كمرلية على قمري، شوف ايش ذبت لي زوج كمرليات. يعني جاب الاحمر على الكمرلي والقمر جابه يم الكمرلي احدى، بس كقمر بيرس او ليش على البسود. ذني قلت مؤقتا بيضات او ذني بنات. شوف هسه هنا ايش طابق، هنا قلنا احمر على جوزي العفو جوزي على بدرنقية. هنا هم نفس الحال لصتها، هناك جوزي على حمرة، هنا جوزي على بدرنقية. ذني بناتهن شكرية واحمر اشقر او صفراوي. بس كافضل رس انت من ناحية الانتاج تطبق هاي كثوب تطلع حلو عادي، بدرنقي على جوزي، بدرنقي على جوزي كثوب، بدرنقي على جوزي كنقشة كرس او نقشة حلوة تطلع عندك. هذا ما يتعبنك حتى بالبنات هيك. اما تقولي لا شكر يطلع لك نقشة حلوة ويجوز مثل هذا ويجوز احلى، بس من تريد تطبق الشكر على احمر على اصفر ابنهن تريد تطبقه على احمر على اصفر يتعبك، يظل يطلع عندك بدرنقات. ان شاء الله خير، وهي هاي اللي اريد اوصلها حتى
يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا الجوزي والبدرنجية طلعتهن شوية ملحن على مود يعني بنات نقربن يفط منهن، بس عندي موضوع ما أحب أنساه، يعني أنا مرات أكو شغلات تخطر على بالي بالليل أتذكرها والصبح أنساها، فأحاول أختصر الوقت هسه أقولكم بيها. هن ثلاثة قريبات بس باعوا لي. الصفرة هاي أحلى البدرنج، وهاي جوزين بكلش اللي لزمتها وقصيتها وهسه لستها، وهاي الصفرة أو شيء خلينا نقول جوزية نظيفة. ذن الجوازي هاي مالتي قديمة من فرخاتي تبزيري، بس كمواصفات أنا ما حبيت أطبقهن بخانات كلهن سوا. خلنا اختصركم الوقت أحكيكم عن هاي المعلومة. هسه نقول نريد نطبق هذا الفحل الأحمر على صفرة على جوزية من ذني. هاي شوف هذا ذاك يسمونه قريب على الطين أو الحني، وهاي نظيفة. كمواصفات هاي الصفرة الحافية تنطبق على هذا الأحمر. أقول شنو الفرق هسه أجيكم بيه. هاي منقار أبيض عيون سود، هي وهاي نفس الشيء، فرق بس التحجال. إذا 5 درجات نحسب كل 5 نقاط كل علامة، مثل منقار أبيض هاي زادت علامتها 5 نقاط، كعكولة 5 نقاط أفضل من المام كعكل، عيون سود وحافي فول. هنا تجيك شوف هسه طبقا نسوى ذني ها، والنقشة ثوب هاي ساعة نقول خذت كذا نقاط. هاي نفس الفكرة، منقار أبيض عيون سود، ثوب نقشته تكون حلوة صبغته حلوة، أو كعكول عريضة كذلك، أو يكون حافي بعد أفضل. فمو حافي هاي مكلشة، هاي نطلعها. عندك هسه هاي الصفرة شوف هنا طبقا هسه سوا 3 درجات. هاي الصفرة شنو فرقها عن هاي؟ بالثوب نفس العلايم، بس الثوب هاي أكشف، هاي أكشف صفرة، هاي صفرة نقي، البقية جواز نضاف درجات. تمام. هاي صفرة هم تقول شوف هو مكلش أطبق هاي الحافية على البدرنجي يكون أفضل، لا، إذا على بدرنجي يخرب بالرس وممكن يطلع حلوات. هسه هذا مو عندنا جوزي طابقين على بدرنجي تطلع أشقر حني كذا، بس من تريد تطبق الحني على طيور أي تريد أي تطبق على أي طير يطلع، إذا تطلع لك بدرنج. ناحية الأصفر والبدرنجي هذا مؤقتا، احنا نطوها باكر عقبا نجيب لنا شكرين طبقه يظل يطلع لنا صفر وشكريات ومكلشات. من ناحية المواصفات لا، هاي مواصفاتها فول، كعكولة عريضة عيون سود منقار أبيض ثوب كاشف كاغد أبيض. شوف هسه هو بصفتين فحلها، بس تحجال اكو بهم ما يرغمونها. تحجالها انا عندي صور مصوره قبل لا اقص تحجالها، تحجالها فول خير وبركه. مثل ما قلت اذا اريد هذا الاحمر اطبقه، هو بيقول لك هم اطبق هذا الاحمر على هاي الصفرة، لا، الاحمر انا اطبقه على حافيه، وهاي هي من بناتن حفاي. الحفاي افضل كمواصفات واقرب شيء وافضل شيء واختصر الوقت، اطبق اصفر على احمر ما يتعبك. هذا طبقة شكري وطلع لك رز يدمرك، يعني بالمستقبل طلع نقشة حلوة، بس هو قلت مثل ما قلت اعيد الخص الكلام. اذا تطبق شكر على احمر يطلع لك خلقة حلوة، او تطبقه على اي شيء اشقار يمكن على بدرنجي يطبقون اكو بيهم ما اعرف، فيطلع لك خلقة حلوة. بس من بناتنا بالرز انا قلت سبق وقلت فيديو بالرز يتعبك، يعني يظل يطلع بدرنجيات. يلا ان شاء الله خير. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم مطر والجو مليان خيوط، الطير وصايرة هوس. المهم هاي الكمرلية من جبتها يمكن ما قلت بهذا الموضوع. اول ما جبتها لقيتها سهال الطيرة، هو ما يطلعوا لك طير بحظ لازم بلولة. فالمهم اعطيتها ربع حباية فلاجين وحباية مال ديدان، يمكن نص اعطيتها حباية مال ديدان واستعدلت الطيرة. راح افركم فرة هيك سريعة على الخانة، خليه يكون دقيقة قد هذا غير وخر. هاي بخص هذا حتى يكون توثيق. هذن بيضات ذاك ابنهم الاشقر. هسه يجوز اكو عالم تقول حني،
فانا اقول ليش قروا الحني. وهذني كمرليات، شوف هذا عمرهم صار، هاي راحت دقيقة. ذني بيضات، جولة سريعة. ذني بيضاتهن عفتهن. هذني بناتهن صفراوي وشكري. هذا لطش. هذني جوزية واحمر صفراوي لين الدي تشوش علينا. هذا بهن صفراوي وبدرنجي. وهاي بعدنا ما مفلشين. هذا توفيق. اليوم نويت انظف البراجة، هذا المسرح ذاك البرج هم نظفه ان شاء الله في حرف الدجاجة. هذا توثيق على السرعة. هاي لين ترى كيشوانيات كلاوات يسمونها حواسب. هاي كانت بي قبل عدة طيور تطير كل من يلزم مكانه. بعدين جبت حلات. هذا شتوي لين يكون مقابل الشمس. وهاي كانت حلات من افتح الباب وطير. وذاكها معزل. بس طلعت ذني عندي هاي الثانية همين بعدين رتبها. في طريقة الخانات طبعا افضل من ناحية تغذية الفرخة صحيحة، ومن ناحية انه تضمن كل زوج بخانة ويطنك على المرام. يعني زوج يزق زوج ما يزق. وهذا قمر اليوم باحمر لزمته. هاي الفرخة شكرية ماتت وشكرية بقت هاي المجوع. هذا شوف شلون الاشقر، هذا اللي قلنا عليه. وهذا الشكري ابن صفر ابن بدرنجة واصفر توهن كافشن. يلا هسه هذا هم انظفهن. هذا صبغ بدا ابيض. يا الله خلصت البراجة. هاي الصفرة البيدي طبعا هي بالقاع ما تبين شلونها، بس شوف ثوبها قطعة واحدة. وذيك الجوزية هاي بعد ما خلصتهن كلهن. هذا طقيته جردته. الصراحة اجيكم تصوير عام مو مفيد ان شاء الله. سوى يقول لك واحد فوق ما تصور سكتة، بس اكو ناس تعلق تقول لك يابا نظف كل فترة. وهم الدروق مالت الحمام نحتاجه للزرع. سمد بيه. هذا طلع تراب بالسطح لميته وحطيته لهاي فاصوليا هيك متسلقة. هذا الرمل فوق الحصو كنست البرج همين. هاي عندي نبقة. هذا السمات كلها نزله بالحديقة عندي هنا. هاي بوفي هيك حاط بيها زوج. وهاي هسه راح اجيكم الفرخات. هذاك تراب يبرثن بيه الدجاجات. عندنا ذني قلنا هذا قمر بس على زمناه. هاي شكري وذاك جوزي. هذا اشقر او حني. هذا معلف انا مسوي قديم. خانات وخطوة ذني يريدين بيضا فوق بينهن. ذني البيضات ذني بنات مطلعهن. ذني بيضات. ذني بيضات فازات دبيتهن. هسه بيضت الثانية. هاي طلع بناتهن اسكن نطلعهن برا. انا بناتهن هذني بنات برا راح يجي صادق اختي. ولد قال لي بالعافية عليك خوش تطبق ومنه هيك راح تشبع بدرنجيات وجوازي. اول فقرة هذا حني او اشقر. هذا تكبيضة طلع عندي ابن صفرة واحمر اشقر. عندك هذا الصفراوي هذا ابن البنات اللي بالثلاجة وبدرنجي لان الام بيها رس شكري ضد بدرنجات. هذا هو واخوه شكري ابن بدرنجي بالطيرة بدرنجية وجوزي. ذني كمليات اللي فوق بنات قمرة وحمرة جايب له كملي. فذني هسه عندي انا 3 حمر مو ذني الكمليات عوفن راح ابيعهن كلهن بقى بس هاي. يعني ذني اللي نريد نستفاد من عندهن. فبالنسبة للطبقة انت تعرف الرس حسب الرس تشتغل على الرس. هذا صفراوي
هذا شوفوا شلون دقته سمرة شوية، هذا صفراوي احمر خلينا نقول مو صفراوي، وهذا صبغته كاشفة صفراوي، وهذا اشقر او حني حسب المسميات. هاك شوف ثوبه صلوات على محمد، صبغه كلش حلو. هسه ايش بيهن ذني؟ بس تك واحد بدرنقي. وين بدرنقيات وين جوازي؟ هسه يقول لي ذاك جوازي. تطلع طبقه تطلع بيها جوزي ويطلع بيها احمر، كل شيء يطلع، بس انت حسب الرس، كل ما تكون تعرف الرس بي ما بي بدرنقي او شكري راح تنقرر عندك البدرنقيات. الحمد لله والشكر. فهذا توثيق لحد هذا الشيء، وراح تعبر تصير 4 دقائق. خلنا نختصرها. يلا هم ان شاء الله جايات اكثر من الرايحات على قول. يا الله صباح الخير شباب. طبعا اليوم ذني هاي طيرة القمري البسود، وليش على البسود، وهذا قمري باحمر اللي اقول عليه اكو قمري باحمر واكو قمري بسود. هذا مال لزم، امس خميس لزمناه، وهاي الجوزية نظيفة او صفرة مكلشة، فراح ننزلهن يوم الجمعة وان شاء الله خير لانها التسفيرات. يقولون ليش فرخاته عادي، لان مكبلات تقريبا اسبوعين او 20 يوم او 22 يوم، فالفحل عادي يزق ربع ذيل يسمونه. اكو بيهم اللي يريد يفرد ربع ذيل الفرخه ويطبق الفرخات على الفحل، فيظل الفحل يزق بهاي الفتره لما يفطمن الفرخات الفحل يفطمهن عادي تطبق له طيره على المرام. يعني تريد طيره ببالك تفطم خومه، تفطم تشيل البيض والذبه ومدري شنو، خله انت تستفاد من الفرخه، تطلع فرخه من عنده، وما تريد تطبق تعزل الفرخه همين تستفاد بيها، تبيعها تريد تخليها تبقيها، وعادي تغير الطبقه مو مشكله. يا الله هذا الفيديو بس هيجي يعني انا شارح عنه قبل. شوف هذا الحب اللي بدا سموه سمبق من ناوي راح يصير بق. فهاي بذانه وبخشمه. شنو هو كبريت سبقا سولفت عنه وشرحت علاج البق، يبسه بالمكان للفرخات بريشه مثل ما قلت انا قبل، بس هو هسه هم راح يكون كبريت او حامض تصوير عيني وفرشة العفو ريشة تدهن على المكان الحباية. اكو فيديو قبل انا شارع عنه، بس هسه هاي صورة شوفها شلون داهنة، هاي راح تيبس مر ما شفتها ان شاء الله. أظني بعت طيرة الجمعة واليوم 3، فعادي فردت أنا صورتها يمكن طلعتها، فصار هنا 4 أيام بدونهن أو 3 أيام ما أعرف. إن شاء الله مثل ما قلت عندي كمالية وما أريد نفس الموضوع نعيده إن شاء الله خير. وهذني شلت بينهن الشكري، خليت بس هذا الأحمر بينهن، وهاي الطبقة شلت البدرنج والجوزية، خليت هاي الجوزية نظيفة والأحمر مكانين ذني حفاي، بس الصفرة هاي كعكلتها شوية ضعيفة. هذني بيضتين، بيضة واحدة ملقحة وواحدة لا، حطيت الملقحة جوا الشقير الزاجل. عندك هذني بيضان بيضتين بينهن جواهن، هذا منهن. عندك ذن البيضتين ملقحات بناتهن لبنتك شكري اشقر. هذا عندك ذن البت ثلاجة جوزية، بت شكرية وبت احمر، وهذا الاحمر لازمه قبل. هذا ابنهن صفراوي وبدرنقي. البدرنقي نعتبر رسه فول، يعني ذن امهاته ما بي بدرنقي واحمر، فرسه فول لانه ابن جوزيه وابن احمر. اما الاحمر لا، احمر باعتباره هم نقي ما يذب بدرنقيات، يعني هو امهاته مثل ما قلت قدامكم التصوير. ان شاء الله خير وان شاء الله خير. سقطنا ديش على ايرفلي بس قد يعوي.
إذا تجي ماكو لازم أتركن خرب يومها. فلية كعكولة وردة مواصفات بس نفس الجنحين. نزلت طارت الله وياها شو اسوي لها. حشرة برك. يا الله. طبعا ذني الفرخات كل طبقة تطلع لك لون شكل. هذا بن جوزية انا ناشره بالفيديو يعني تدريجيا، هو احمر تقريبا نفس اللون. هذا بن جوزي تقريبا يسمونه جوز طيني وبدرنجية. هذا ابن اشقر وصفر. هاي خلاصة. اللي بيهن يطلع بدرنجي، اللي وياه يطلع تك شكري من هذا الباب. فكحفاي وصف حلوات وكعاكيل. وقلت انا ذن هذا واخوه اللي وياه اطلعهن وابقى بس هذا، يعني من ناحية تطوير الانتاج ان شاء الله. يا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يوم جديد، اليوم سبت، يمكن 13 او 11 او 12 تقريبا، ما شايف التاريخ، خلينا نشوفه. يوم 11/2/2023. هاي الفرخات الوجبة الثانية. اكو وجبة جهزت، يعني اكو طيور كانت مبيضة وطيور ما مبيضة فلحقت. تدريجيا هي الفيديوهات جاي ادمجها. واليوم هم طلعت عندي وجبة اللي قبل هسه صورن تدريجيا. اكو موضوع همين شغلات تريد تتخلص من البدرنجي. اكو يقول لك انا ما اريد بدرنجي وما اريد هذا الشرح كله، سولفت لي ما استوعبت، يعني ما دخلت بباله وما يعرف شنو رس. راح اجيك تدريجيا شلون تتخلص من البدرنجي. تقول هسه انا طبق الجوزي يا ابو احمد، طبق الجوزي على احمر هيجي اشرح لي اسهل. انا ما اريد بالرس وهاي السوالف حبيبي. هسه مثلني ما تعرف رس، مشتريه من السوق تمام، او ذني كذلك. عوف البدرنج هذا هو يطلع لك بدرنجي بالرس. مثل ذني هذا اخوه هنا عازم، ذني طلعا بالرس بدرنجي واحمر، فهي طريقة غلط. او مثل ذني وكل ما تقتني الاصفر كاشف لونه يكون احلى. هسه ذني بيضات، هذا الفحل اشقر، عندك ذني همين. هسه نبدأ نشرح على ذني او ذني تمام. هنقول ذني. ذني طالع فرخ جواه اليوم، غير صفراوية، لعبة جولة مسابحات النوبة. اي طلع ابنهن اليوم. طلع سبقا قلت اشقر ابنهن، حتى عبي الفكرة عدل. هسه اقتنيت انت جوزي واحمر ما تعرف رسم، يطلع لك بدرنجي ويطلع لك احمر. الاحمر اللي يطلع من عدهن احتفظ به، والبدرنجي اللي يطلع لك او شكري بيعه، لا تخليه دوم. انت اذا تريد تطور انتاجك ما تطلع اي بدرنجي بطيورك. شوك احمر يطلع عندك احتفظ به، الاولى والثانيه، البطن الاولى مو يذبل لك احمر او شكري او زوج حمر ضمهن. هاي احكي لك مباشره، يعني تعوفك من الرس. ايش صار؟ انه عندك معلومه انت الامايات انه ما بيهن بدرنجي، تحتفظ بهن. البنات ترجع تطبقهن بيناتهن ما يذبل لك بدرنجي. هاي شغله يسمونها رس، لانه رسن انت تعرفه. اما شغله ثانيه تقول يا بي شو انا شطك ما اطبقهن يطلع لي بدرنجي. هي هاي المعلومه الفكره الاولى. فتطبق تضم بناتهن ولا تتعاجز. لوش مهما تبدل بالطبقه اكو واحد من عندهن امهاتها يا اما شكري اما بدرنجي، واكثر الناس يقول لك البدرنجي راهم او الشكري. فهو هذا يجيب لك البدرنجي، يجيب لك طيور حلوه بس يجيب لك بدرنجي، يطلع لك هو بدرنجيات هواي. وصارت 3 دقائق ولحد الان اريد اوصل للفكره. وهسه راح اصور لكم البرج ذاك بفرخه طالعه بنات هذني. هنا طلعت بيضه وبيضه فزدت. وهنا العينتين طالع اليوم بدرنجي اعتقد او شكري. بيضه واحده شفتها. هذا اللي قلت انا صورتين توني، راح يصير يوصل 4 دقائق. ماش عندنا هذا شاملي جبته هيك اخذته ب2000 مشيب.
هنا هاي الكملية راح نطبخهم في هاي القمرية تبزيرنا، لأن بيضات هنا الصفر بعدهن. وهنا عندك هاي الزواجل، هذا الزاجل هذا منهم يقول واحد يريد اصور اشوف فيها. هذه هم يطلع لو شكري لو بدرنجي كأكل حافظ صلخ. هذا انا الزاجل اخليه للزق جوا. هذا اليوم شلت الكماليات منه، وهاي كم فرخة هم عزلتها شوي شوي نعوتهن، ودخلت البنهج هناك، ودخلت الكمالية على القمري للتوثيق. اليوم أول يوم دخلتها، يلا دوسوا بتغريد على الوالدي هي. ما اريد يصير الفيديو هواي، صارت كلش هواي فيديوهات عندي. والله ان شاء الله خير. هاي الشجرة قصيتها لين تاكل اكل فظاعة، خليت الفرخات الاصغر من عندها بالبرج، وهاي شكرية وياها. جوزية بقيتها بالبرج الصغير او العزل، احتمال اطلعها بيها يعني ويزيد الفرخات. وهاي ذني عوفن هنا لأن استفاد من يمهم. شكلها حلو، ثوبها شغلتها ان شاء الله خير. هذا يجي التوثيق. يا الله. اليوم طبعا تصوير الخاتمة. اعتقد هاي البيضة مخنقين، نشوف هذا صار عمره اكثر من 3 ايام، راح اخليهن بقي البيضة يمهن. هذا قلنا حافي، اعتقد هم شكري بدرنجي. فنشوف. قلت انا هاي الطيرة امها شكرية وابوها احمر، هذا الجوزي امه شكرية نفس ام الطيرة هاي، وابوها وابوه جوزي بحته. هذن البيض هم لقحات. هسه تقريبا خلصنا كل الفرخات، يعني كلها طلعناها كلها. بس اليوم هاي الطيرة قصيتها، هاي كلها ان شاء الله اطلع كلها ابيعها، بس واحد هذا الاشقر اللي ادلع ابقي. عندنا هنا هذن، هذا هسه اواخرها مديرة، هذا ابوه وهاي امه جوزية. هذا هسه شي عندنا هنا البراجة هم زين منظف هنا، صاير الماي فد شي. يعني هاي قلت انا سابقا، قلت لو بالحلات يموتن الفرخات او البيض يفسد. عندنا بدرنقات هنا بيضات، وهاي الصفرة بيضات البدرنقي. وهنا عندنا الزاجل جوا فرخ واحد اخره، لاني صار 2 هنا. هذا يفيدنا الزاجل ان شاء الله. اليوم هي خاتمة الحمد لله وشكرا. اهم شيء هاي الصفرة عندي بيضة، تسم بيضة وحدة. يلا ان شاء الله خير بالتوفيق للجميع. فقلنا هاي مبقيها، هاي رسها فول، وهذا شكر نجرب عليه. اذا صار نجا عندنا بالترهيم نبقي نطلع كنقشة حلوة، واذا ما طلع نقشة حلوة خي ولدي. انا نصحت قلت اصفر على احمر، او جوزي نظيف على احمر، كرس مستقبلا يعطيك كلها طيور حلوة. فهاي كلها نطلعها كمليات ماشينو، ونبقى هذا اللي ادلع، واللي كمرلية طبقتها على هذا الفحل. الحمد لله والشكر. يلا وفي